يا ترى الوصفة طلعت بجد عظمة؟ صينية القرع بالبشاميل. وبما ان البديهي اننا بنعمل صينية قرع بالبشاميل، فاول حاجة هنجيبها هي القرع. انا جبت القرع دي كانت 2 كيلو. نبدأ بقى نقطعها ونشوف كده هنعمل ايه بعد كده. هي عنيفة بس شويتين، بس لا قشطة، كل حاجة بتتقطع ما تقلقوش. ونحاول كده نقطعها من نص شبه البطيخة علشان يبقى سهل علينا ان احنا ننضفها. ولو كان في جزء اكبر من جزء قطعته كده برضو زي ما تقولوا نصين هو كمان، عشان برضو الموضوع يبقى بالنسبة لي سهل. والخطوة اللي بعد كده هنبدأ بقى نشيل البذر اللي في القلب بتاعه شبه كده الاناناس، فنتأكد ان هو متنضف كويس جدا، ونشيل كل حاجة بمعلقة ونحاول كده ما نزروتش الدنيا حوالينا. فاهمين طبعا. وبعد ما خلاص اتأكدنا ان القرع كله نضف، نرمي بقى الكلام ده كله ونجيب الجزء اللي نضفناه ونبدأ كده نقطعه ترانشات كده زي ما هو موجود قدامكم بالظبط. وهتفهموا ليه بعدين، يعني ما تقلقوش. بعد ما نقطعه ترانشات كده كلهم هوريكم بقى نعمل ايه. هتسألوني ايه الخطوة اللي بعد كده؟ بسيطة جدا. هنجيب مقشرة البطاطس ونبدأ بقى نقشر الظهر بتاع القرع بتاعنا كله، عشان يبقى كده شبه الأناناس قوي. وممكن كمان تعملوها بالسكينة، بس الصراحة أنا أفضل أعملها بالمقشرة، بتبقى أسهل، بتطلع شريحة كده مرة واحدة، وكمان نتجنب إن احنا نعور نفسنا بالسكينة أو أي حوادث احنا في غنى عنها. فاهمين؟ ومهم إننا نتأكد إن ما يكونش فيه أي بواقي قشر صغيرة موجودة في القرع، علشان لما نيجي نهرسه بعد كده زي ما هتشوفوا ما يبقاش فيه أي حاجة ناشفة واحنا بناكل، تبقى كل حاجة كده طرية وبتدوب في البق. وخلاص كده بعد ما خلصنا تقشير نبدأ بقى نشيل القشر ده كله نرميه، ونجيب بقى القرع بتاعنا كده وهو لسه جنب بعضه، ونحاول نقطعه مربعات ما تكونش كبيرة وما تكونش صغيرة، حاجة كده وسط. لما تحسوا ان هو كبير تقطعوه، لما تحسوا ان هو حجمه كده كويس خلاص تمام. والطريقة دي اللي انا عملتها سهلة قوي علشان ما نقعدش نقطع وناخد وقت كتير في التقطيع. وبعد ما خلصت خدت لو في مثلا اي سلايدز كده شكلها كبير او قطع شكلها مش هيبقى سهل ان هي تتهرس او تستوي، بروح مقطعها حتت اصغر. وبعد ما خلصت تقطيع حطيته في طبق كبير، وده شكله في الاخر زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب كوب من السكر، وهنبدأ كده بالراحة نوزع السكر على كل القرع ونقلبه كويس ونتأكد ان هو وصل له كله السكر. ورغم اني كنت فاكر ان الطبق مناسب للكمية دي، بس طلع اني كنت محتاج طبق اكبر. المهم هنبدأ بقى نقلب القرع كويس زي ما قلت لكم، وممكن تعملوا الحركة دي زيادة تأكيد ان القرع والسكر بقوا مع بعض كده ميكسد جدا. وده شكله في الاخر، وتقريبا السكر شبه اختفى. مهم جدا جدا بقى في الخطوة دي ان احنا نغطي القرع كويس جدا، علشان هنحطه في التلاجة من 2 ل3 ساعات علشان ينزل بقى كل المية اللي موجودة فيه. وبعد ما عدى 3 ساعات طلعت القرع من التلاجة، وزي ما انتوا شايفين مليان المية بتاعته اللي هو نزلها بنفسه من غير ما نحط عليه اي مية ولا اي حاجة. والمية دي مهمة جدا علشان هنحتاجها عشان نعمل بيها البشاميل. فهنبدأ بالراحة كده نصفيها بمغرفة من وسط القرع، نحاول نصفي على قد ما نقدر. وبعد ما نخلص تصفية بالمغرفة ممكن بقى نميل الطبق شوية كده علشان نتأكد ان القرع مفيهوش اي مية خالص، غير ممكن حاجات بسيطة جدا. هنركن بقى المية دي على جنب كده، وناخد القرع نفسه نحطه في طاسة على نار واطية على البوتاجاز. هنلاقي ان هو بدأ ينزل مية تاني، وهنسيبه لمدة نص ساعة على نار واطية او متوسطة لحد ما يبقى طري وسهل ان هو يترس. في ناس تانية بتحب ان هي تسلقه كله بالمية بتاعته، بس انا فضلت دي اكتر، ولقيت ان هو بيدي طعم البشاميل في الاخر احلى بكتير. وبعد ما قلبت شوية وتأكدت انه بدأ ينزل مية تاني، فخلاص بقى سبته شوية مع نفسه على النار. وده كده شكله بعد ما سبته شويه زي ما قلت لكم، بقى شكله طري كده، وتحس ان هو خلاص سهل انه يتهرس. وممكن برضو تجربوا تجيبوا شوكه كده وتهرسوا حته منه صغيره، لو لقيتوه اتهرس يبقى كده هو خلاص استوى وزي الفل. نشيله بقى من على النار. وبعد ما رفعته من على النار حطيته في طبق، وبدات اهرسه كده بالراحه لحد ما اخليه كله ناعم ومفيهوش اي حاجه مكلكعه ولا اي حاجه خالص. افضلوا اهرسوا اهرسوا لحد ما طلعوا كده كل الغل اللي جواكم.
لحد ما يبقى شكله ناعم كده خالص. وبعدين نحطه بقى في صينية ونبدأ نوزعه بالراحة في القعر بتاعها لحد ما يبقى كده طبقة مش تخينة ومش رفيعة. ومهم جدا وانتوا بتوزعوه تبطبطوا كده عليه لحد ما يبقى مفيش اي فراغات في القرع من تحت، علشان لما نيجي بعد كده نحط البشاميل ما ينزلش تحت ولا يحصل اي حاجة تدخل على التانية. فاهمين؟ يعني زي ما انا بعمل كده نوزعه ونبطبطه، وعادي ان هو يكون فيه شوية صوص من اللي هو السكر بتاعه ده، مفيش مشكلة. حتى تخليه شوية كده هش ومش ناشف قوي، يعني دي ميزة مش حاجة وحشة. اما دلوقتي بقى نروح نعمل البشاميل. هنحط في الاول 5 معالق زيت كبار، وبعدين 4 معالق دقيق كبار. نحاول دايما نخلي النسبة الدهنية في البشاميل تكون اكبر من النسبة الجافة او اللي هي الدقيق يعني. وحتى برضو بعد ما حطيته حسيت ان هو الدقيق كده مش صايص شوية وماسك نفسه جامد، فحطيت برضو شوية زيت كمان. المهم انكم توصلوا للقوام اللي هو قدامكم حالا ده، يكون كده كريمي في نفسه والدقيق تقريبا شبه مش باين، وسهل ان هو تقلبوه. وتاكدوا ان انتوا تقلبوا كويس جدا جدا باستمرار عشان مفيش اي حاجه تكلكع. ودلوقتي بقى هننزل باللبن او الحليب، وهنا انا استخدمت كوبايه حليب او لبن واللي هي بالظبط 400 مللي جرام لو حد عايزها بالظبط بالمقاسات. وهبدا بقى اقلب كويس جدا جدا، وايه على طول اول ما احس ان البشاميل بدا ينشف هنزل بقى ميه القرع وابدا اقلب كويس وباستمرار. واهم حاجه ما تشيلوش ايديكم من على النار علشان البشاميل نفسه او الدقيق ما يكلكعش وما يبقاش فيه حتت كده ماسكه في نفسها وطعمها مش احسن حاجه في الاكل. نفضل نقلب كويس جدا 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 لحد ما يبقى كله دايب في بعضه، حتى لو في حتت مكلكعه نحاول ان احنا نكسر الكلاكيع دي. ويا دوبك بعد تقليب كام دقيقه هتلاقوا بقى القوام بدا يقلب معاكم ويبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اول ما توصلوا للقوام ده خلاص كده البشاميل يكون جاهز معاكم وتقدروا تقفلوا عليه. ونرجع بقى تاني للصينية بتاعتنا اللي فردنا فيها القرع، ونبدأ بشويش وبالراحة وحبة حبة ننزل البشاميل في كل أجزاء كده الصينية. وبعد كده ممكن نبقى نفرده كده، نحاول نهز الصينية بالراحة علشان نتأكد ان هو اتفرد في كل مكان، ونتأكد اننا نزلنا كل تنتوفة موجودة في الحلة علشان الحاجة بقت غالية وحرام علينا الصراحة ان احنا لو هدرنا اي حاجة. خلاص خلصنا. ندي بقى الصينيه هزه خفيفه كده اللي انا كنت بقول لكم عليها علشان نتاكد ان البشاميل كله في مستوى واحد ومفيش اي حاجه كده باظه. تمام. وهدخله في الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعه، بس ما يكونش في الفرن من تحت، يبقى في الفرن من فوق. وده في الاخر بعد ما طلعتها من الفرن وبجد شكلها خطير ويفتح النفس جدا. الوش كده متحمص تحميصه خفيفه وطري وكلها هشه كده، وكمان مفيده علشان فيها بشاميل، وبجد مش مسكره خالص للناس اللي مش بتحب السكريات والحلويات وعندهم مشاكل معاها. وممكن كمان تاكلوها ساقعه وسخنه. انا هنا بعد ما حطيتها في التلاجة شويه علشان الجو حر انتوا عارفين، فناكلها ساقعه كده ترطب علينا، وبجد طعمها سخنه او ساقعه حقيقي خطير. فاستنى منكم تجربوها وتقولولي هل يا ترى الوصفه طلعت بجد عظمه